لما المكن يبقى مصري وبيتصدر، يبقى العامل المصري بالنسبة للخواجة في اللحظة دي هو الخبير الأجنبي. في مصنع مرقص الخبير ده هو عم روماني، أقدم عامل في المصنع. روماني، أنت أقدم عامل هنا، وأنت الخبير الأجنبي، أنت اللي بتسافر تقول لهم المكن بجمع بيشتغل إزاي. الخط، انا بجمع الخط وبنوصل له كل اليوتيليتي بتاعته. طبعا شغل مصر، ولما اروح اوروبا فلازم يبقى الكلام ده مبسوطين بيه. وإحساسك بإيه بقى وأنت الخبير الأجنبي إن أنت طبعا دي بتروح حاجه تقول لهم؟ تبسطني، دي حاجه من بلدي، ودي حاجه كويسه ان انا اعملها هنا واطلع اركبها بره واصدرها. دي بتبقى حاجه كويسه في وسط خبراء تاني برضه، بيبقى معايا ناس المان ونمساويين وفرنساويين، والحاجات دي مش بنروحها مره، احنا بنروحها اكتر من، انا اندونيسيا تقريبا رحتها اكتر من 18 مره ما شاء الله. الفلبين رحتها اكتر من 12 مره، تايلاند نفس الكلام، فالكلام ده بيبقى كويس بالنسبه لنا. طيب واخر حاجه، انا عارف ان انت طالع قريب. انا رايح بيبوا نيو غينيا ان شاء الله يوم 26. اوكي، نيو غينيا. بيبوا نيو غينيا دي بلد فوق استراليا. اوكي، انا ان شاء الله رايح يوم 26 هناك. اول مره تروحها؟ اول مره اروحها. انا بشكرك جدا روماني، وبجد انت فخر لاي عامل مصري. الله يخليك. انا بدي لحضرتك بس هديه عملناها في الشركه لحضرتك. اوكي. والبرنامج الكونتينر. لا 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 لا، دي لذيذه قوي. دي دي شبه الحصان برضو، نفس ده اي اللوجو. حاجه. ما شاء الله بتعملوا اي حاجه. ده اللوجو بتاع الشركه. أيوة، وده اللوجو بتاع حضراتكم. الكونتينر. دي خطيره. ودي احنا عملناها على مكنه ليزر عندنا. أيوة. هي مش كتيره في مصر بتعمل الشغل دوت. طب انا بحب قوي اشوف الحاجات دي وهي بتتعمل. طيب حضرتك عندك قصه كمان ليها علاقه كنت بتصدر خط انتاج في الجزائر افتكر؟ اول خط انتاج. في هنا عندنا المينا الجاف. احنا بنعمل الاجراءات الجمركيه في المينا الجاف هنا، وبعدين بيتشحن الكونتينر مقفول ومترصص على المينا، ويطلع من المينا على الحته الجهه اللي هو رايح. لازم تنزل المكن ده يا عم، ده احنا عشان ندخله ونعمله ونغلفه بطريقه معينه وبنحطه على باليتات بتاع ننزله. انت متخيل انزله اعمل فيه هيتبهدل؟ طب لا لازم تنزله. فبقول له ايه السبب يعني؟ قال لي انت جايب مكن من بره وحاطط عليه، شايل البليته بتاعته وحاطط البليته بتاعتك. وانت بتقول كده، اول حاجه انت قلت كده، ده معناه يعني قصدك انت تهني. لا، انا هاخدها شهاده، لانك انت لو ما شفتش المكن نظامه وتصنيعه واسلوبه والفينش بتاعه زي بتاع اوروبا ما كنتش قلت الكلمتين دول. اخر كونتينر كان امتى؟ اخر كونتينر كان يوم 15 الشهر ده. ما كانش كونتينر واحد، كانوا 6 كونتينر. ده يعني 5 ايام. اوزبكستان. اوزبكستان. واحد لمصنع هناك اسمه كاندي جولد، مفيش مشكله في الاسم. مش دول في اوزبكستان. هو بيعملوا ايه في اوزبكستان. والتاني اللي هو اسمه شميت. اوكي. فدول الاثنين الكونتينرات بتاعتهم طلعت الشهر ده. اخر واحد اللي هو ال6 كونتينر اللي بقول لك 6 كونتينر 40 قدم على فكره. ما شاء الله. يعني خطوط ما شاء الله. اخر حاجه بقى اللي مش هقدر يعني قبل ما اخلص مع حضرتك ان انا لازم اخلي الناس تتفرج عليها. دي بقى المهندسين لما بيلعبوا بقى بالحاجات اللي هي تتبقى من الشغل بيعملوا كده، صح؟ ده عند مدير الانتاج يظهر انه بيبقى عنده وقت فاضي. فراح هو عمل التصميم بتاع دي، عباره عن كلها كمات، بس هو عامل الحركه السنكرونايز بقى. طبعا ده حضرتك للراس والديل وحركه الرجلين. كله معمول مظبوط يعني. بلدنا طول عمرها مشهورة بتصدير منتجات غذائية على أعلى مستوى من الجودة، لكن بعد ما شفت مصنع مرقص عرفت إننا كمان بنصدر المكن اللي بيعمل الشوكولاتات والمنتجات الغذائية. الكونتينرات دي جواها مكن مصري ورايحة لدول مشهورة بصناعة المكن، لكن المكن بتاعنا يختلف لأنه عليه أحلى جملة: صنع في مصر.